بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم، مرحبا بكم البنات في قناتكم قناة أم ريما. إن شاء الله تكونوا بخير وصحتكم ديما لاباس مع الجو هذا والبرد والنو والثلوج في بعض المناطق. وش يعني يصلح لنا غير برمة تاع العيش أو برمة أو طنجرة تاع بركوكس، يجي حار وبنين وبنة تاعو الله يبارك بحلاوة ريحته ما شاء الله. راح ندير لكم اليوم راح نقدم لكم العيش على طريقتي. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفه هذه، خاصه البنات اللي بداو يخدموا يعني جدد ودخلوا الكوزينه جدد، اكيد راح تنفعكم بزاف. نبدا بسم الله. اول حاجه عندي شوفوا درت نص صدر تاع الدجاج قطعته على زوج، راح ندير به زوج كيفيات. ندير ربع صدر نقطعه مكعبات ونحطه يعني ندير به العيش، وهداك نخليه لوصفه اخرى. نحط يعني اي طنجره عندكم، من الافضل تكون تاع فخار او تاع الطين. نحطو الزيت الكميه اللي تكفينا، ونزيد نحط عليه الدجاج، نزيد نحط عليه الملح، ونزيد نحط الفلفل الاسود، الفلفل الاحمر الحلو حنحط ملعقه ونص صغيره، ونزيد نحط نصف ملعقه صغيره تاع فلفل احمر حار باه يجيني العيش تاعي الله حار ويجي بنين ولا اروع. نضيف البصل، البنات لهنا استعملت حبة بصل كبيرة رحيتها، وراح نزيد له مكون اللي راح يعطيني اعتدال في الذوق، راح يجيني البركوك تاعي والعيش تاعي الله يبارك ما شاء الله بحلاوة البنة تاعو ولا اروع. نحط نصف ملعقة سكر، نحرك مليح، ونزيد نضيف الخضرة اللي عندي. لهنا راح نحط زوج حبات تاع السنارية او الجزر، قطعتها مكعبات. نزيد نجيب زوج حبات تاع جريوات او كوسه تاني مقطعه مكعبات. يعني انا هذه هي الخضره اللي كانت عندي، وانتم تقدروا تضيفوا اي خضره عندكم، جلبانه او تقدروا تضيفوا يعني حمص او الشيء اللي تحبوه. هذا يرجع للذوق تاعكم، كل واحد والذوق تاعو. الا نحرك مليح، راح نعد لكم طنيجه الله شوفوا كيفاه ما احلاها، يعني اللون ولا الريحه ما شاء الله بنينة بزاف، ريحتها رايعة. نخلي هاد الخضرة تاعي تتقلى مع الدجاج حتى تتقلى مليح، ويعني وتنشف لي شوية باه نضيف. هاي بعد ما يعني تقلات لي نضيف عليها الطماطم. البنات لهنا الطماطم راح نستعمل 5 حبات طماطم، يكونوا شوية يعني اكثر من المتوسطة، تكون شوية كبيرة ماشي كبيرة بزاف. رحيتها وحطيتها على الخضرة تاعي والدجاج، ونحرك مليح. إلا هنا نزيد نضيف الماء بعد ما يعني حطيت الطماطم. الماء راح نعمر عفوا يعني الطنجرة تاعي باه ما نبقاش نزيد في الماء كل مرة، راح نمرق مرة واحدة. نضيف ملعقة كبيرة تقريب تاع طماطم مصبرة هكا يعني، وتاني ديما ترجع للذوق تاعكم. اذا حبيتوها تكون حمر على هكا وتكون يعني تزيدوا الطماطم كما تحبون. حطيت هكا جاتني مليحه، نخليها نقصلها النار، نخليها دليله تغلي في عقلها حتى تطيب لي هذيك الخضره هذيك، وتنشف لي شويه هذيك لاصوص، ويطيب لي الدجاج يعني باه ما نبقاش نزيد في الماء. نحط العيش تاعي او البركوكس. لهنا البنات العيش استعملت 200 غرام، عندي يعني كيس تاع نص كيلو تاع 500 غرام، درت منه قل من النص بشويه. تجيني مليحه هاد البرمه تاعي تهز 4 لترات يعني تاع 4 لتر. الا هنا البنات نزيد نضيف عليه الفلفل الحار، يعني حطيت له 3 قرون تاع الفلفل الحار باه يعطيوني النسمه والذوق، ما حليتهمش. واللي يحب يعني الحار يفتح الحار باه تطلق له هذيك الحروريه، وراح تزيد له بنه على بنه. وهاو العيش تاعي بعد ما الله يبارك يعني اختار وطاب. ملاحظه فقط عفوا البنات، اذا حبيتوا راح تقدموه سخون طيبوه طياب كامل، اذا حبيتوا يعني ما زلتوا ما راحينش تقدموه طيبوه نص طياب وخليوه في الطنجره هذه، راح يكمل الطياب تاعو بدون نار.
ريحته ما شاء الله، والبرد الله الله واش نقول لكم يعني يجي ولا أروع. ان شاء الله تجربوا هذه الوصفة هذه خاصة البنوتات الصغار وتعجبكم الطريقة، وما أسهلها طريقة. نقول لكم بقاو على خير، ترقبوني في فيديو آخر، والسلام عليكم.